السلام عليكم متابعين الكرام، اهلا وسهلا بيكم. معاكم سمر. النهارده ان شاء الله راجعه لكم فيديو جميل هيعجبكم باذن الله. عمر حد سأل نفسه ليه القاهره اتسمت بالاسم ده؟ تعالوا نشوف مع بعض ليه. هنا القاهره. القاهرة أصلا ما كانش اسمها القاهرة يا جماعة، كان اسمها المنصورية، وده على اسم الخليفة المنصور بالله أبو المعز لدين الله الفاطمي. فلما المعز دخل القاهرة مع جوهر الصقلي حب يغير اسمها. كده يا معز تشيل اسم أبوك. وجاب العلماء بقى وقعدوا عملوا قعدة رجالة كده أو قعدة علماء، وقال لهم إيه يا رجالة نسميها إيه؟ أنا عايز أغير اسم القاهرة. فلما قعدوا كان ساعتها في كوكب المريخ كان منور في السماء، وكوكب المريخ يا جماعة أصلا اسمه القاهر. أكيد أول مرة تسمعوا الكلام ده. فمن هنا قالوا له خلاص ايه رأيك نسميها القاهرة على اسم كوكب القاهر اللي هو كوكب المريخ. بالفعل وافق، ومن ساعتها اتسمت القاهرة بهذا الاسم. وطبعا كلنا عارفين ان من ساعتها القاهرة بقت بتقهر كل اعدائها. اي حد بيفكر يقرب منها بفضل الله بننتصر عليه وبتقهره وما بتقبلش الاحتلال. بتمنى تكونوا استفدتوا معايا من الفيديو بتاعنا النهاردة، وانتظروني في فيديوهات جاية مشابهة ان شاء الله. كنت معاكم سمر عبد الحميد من قناة منوعات ووصفات مع ام تسنيم، واستنوني في فيديو جديد. واللي ما حطش اللايك يحطه، ولو اول مرة بتتفرجوا عليا ما تنسوش تشتركوا في القناة علشان يوصل لكم مني كل جديد. مع السلامة.